اتشرفت جدا باختياري كرئيسة شرفية للمهرجان الدولي للأفلام القصيرة، واللي هيقام إن شاء الله في الجلالة، مدينة الجلالة، وهي مدينة جميلة سياحية في مصر. نحب إن الناس تيجي وتشوفها، ومبسوطة إنه يبقى فيه في كل محافظة وفي كل مكان في مصر مهرجان مختلف. فمهرجان الأفلام القصيرة هيكون مهرجان دولي مشارك فيه دول عديدة من كل العالم. في أفلام رائعة، اتقدم عدد كبير جدا من الأفلام وتم فلترتها طبعا من خلال لجنة تحكيم محترمة جدا. إن شاء الله أتمنى أن كل الناس تشوف الأفلام وتستمتع بيها، ومبسوطة أن احنا النهاردة لأول مرة بيبقى في مهرجان بيهتم بالنقد الفني. وكل مهرجان هقف اقول يا جماعه المره دي كان راجل، المره دي ست، المره دي بنت عادي. بس ايه الحكايه يعني؟ فعلا الفيديو انتشر عشان احنا بنصور كده. الفيديو انتشر بتاع ما هو ده هينتشر برضه، وانا واثقه ان فيكم ناس واقفه عشان اللقطات دي. انا عارفه انا ما احبش يا جماعه وانا بسجل ان في حد يبقى واقف ورايا، دي بتقلقني وتضايقني. دايما بنشوف الناس دايما بتصيد الاخطاء، لان حتى في التصريحات بتاعت لا انا ده مش اخطاء، انا ما احبش حد يقف ورايا، انا حره يعني. عادي انا كده، انا دي شخصيتي عادي. اكيد كامله ابو ذكري مخرجه كبيره جدا، والمخرجات اللي فعلا قدمت في بدايتها كافلام قصيره كانت متميزه قوي، ومن اول فيلم ليها قلنا اكيد هي هتبقى ان شاء الله في المستقبل يعني مخرجه كبيره قوي، وده حصل فعلا. الصور بتاعتك من نجم العرب، من الناس على السوشيال بتاعتك، والنقاش الوزني والرشاقه اللي حضرتك ده كله، بس ايه السر؟ عايزين يعرفوا السر ايه؟ لا ده دايت قاتل، يعني ما انصحش حد بيه بصراحه، لان انا تعبانه ومرهقه جدا منه. لا دايت مع حقن مع ادويه بتاعه السكر بتخسس، بس الحاجات دي غلط ان انا اعلنها لانها مضره للصحه، يعني مش المفروض اقولها للناس. لا وتعبتني ودخلت مستشفى وحاجات كده. قلت ليكي ذكريات هنا في الالهام، واول واحده استقبلتك استاذه الكبيره سوسن بدر. أيوة. مين من الذكريات الحلوه اللي عشتيها هنا في المعهد؟ لا ده كل الفنانين، ده انا دفعتي كانت دفعه جميله قوي. يعني وقت ما كنت في المعهد، طبعا انا بتكلم اولى وثانيه وثالثه ورابعه، مش لازم يكونوا دفعتي، لكن كان معايا ماجده زكي، توفيق عبد الحميد، احمد عبد العزيز، يعني مجموعه كبيره جدا، اشرف زكي كان معانا في نفس الوقت. طبعا سوسن بدر دي حبيبه قلبي، وفكرتني فعلا بالواقع. قلت لها انا مش كنتش فاكره قوي هل احنا اتخرجنا مع بعض في نفس الوقت، فقالت لي انت دخلتي في سنه اولى وهي كانت في رابعه. وفعلا انا كنت جايه ما اعرفش اوصل للهرم، وانا ساكنه في مصر الجديده، يعني لسه مش متعوده على التحرك اصلا جوه مصر. فماما اللي وصلتني في الاول، قلت لهم خدوا بالكم منها، يعني قالت لي سوسن خدي بالك منها، ويعني عرفيها توصل للفصل بتاعها ازاي. ماما برضو بتتعامل على ان انا لسه في المدرسه، انا لسه واخده ثانويه عامه وما عنديش اي خبرات في اي حاجه يعني. الناس شايفه ان اللوكيشن اللي اتحرق ده كان مؤامره ضد الهام شاهين. الله، والسنه اللي فاتت بقى استوديو الاهرام واستوديو نحاس واستوديو جمال العدل كلهم كانوا ضد مين؟ لا هو في ظاهره غريبه والواحد متضايق قوي منها، حكايه الحرائق اللي بتحصل في الاستوديوهات. ويبدو يعني انا اللي سمعت ان هم بيستخدموا مواد في الدهانات وحاجات كده قابله للاشتعال، ومش شرط يبقى حد مثلا زي ما قالوا ممكن حد رمى سجاره مش عارفه ايه، لا من الحراره الشديده ممكن، من الشمس الجامده قوي ممكن تشتعل. ده اللي انا سمعته يعني. في تعظيم النهارده بقى كده الفتره اللي مش موضوعي دلوقتي، يعني ما بفكرش فيه. انا مبسوطه باكاديميه الفنون، وانا بحترم كل الناس اللي تتعب قوي، يعني تدرس وتشتغل على نفسها وتثقف نفسها مظبوط عشان توصل لهدفها انها تبقى فعلا يبقى فنان ذو قيمه. يعني بتفرق كتير قوي الفنان الدارس عن اللي مش دارس. يعني انا لما ابقى في مهرجان مثلا وفي لجنه تحكيم، طب انا على اي اساس اقيم اذا انا مش دارسه وفاهمه؟ لكن انا كواحده دارسه في فنون مسرحيه، انا بدرس حرفيه سيناريو، بدرس حرفيه اخراج، بدرس كل حاجه حوالين مني، بدرس نقد فني، يعني ماده نقد فني، فاقدر انقد، اقدر احلل، يعني الدراسه مهمه جدا. ساعات بيقولوا الموهبه بتطغى على الدراسه او الموهبه هي الاساس، لان الدراسه لوحدها لا تكفي، لكن اللي يخلي الموهبه تبقى ليها قيمه اكبر
هي الدراسه. استاذه الهام ممكن هنا شويه. ما فكرتش حتى الان، ربما. استاذه الهام حضرتك النصايح اللي قلتيها لإلهام صفية مين لما قررت ان هي تكمل؟ انتوا شاغلين نفسكم قوي بالهام، ابقوا اسالوها هي. نصايح حضرتك ايه؟ على فكره انا ما بحبش اقول لحد نصايح، عشان كل واحد لازم هو يخوض تجاربه بنفسه ويتعلم منها. زي ما انا بدات، انا ما كنتش ليا حد في الوسط الفني عشان ينصحني او يوجهني. والهام معتمده على نفسها بعيد عني خالص. كل الاعمال اللي اشتغلتها من غيري، اشتغلت كتير يعني، اشتغلت في 7 8 9 اعمال كلهم انا مش موجوده فيهم، ولا اعرف حتى مخرجينهم ولا جهات الانتاج ولا اي حاجه. كلهم ناجحين ما لهمش علاقه يعني بالعاملين او ملوش دخل بيا. شايفه رسالتك بعيدا عن القصص اللي بتحصل، شايفه ليه التصنف دايما العائلة اراء نساء المنشئين؟ هل حد ورا ده ولا بسبب التهمات الجريئه ولا كله مع بعض، حد ورا ده والتصريحات الجريئه. واكيد انا ليا عداوات وعارفه اسبابها، يعني جرأتي ووقفتي ومواقفي وارائي ممكن تخلق لي عداوات، فده طبيعي. كان ليكي تصريح عمل ضجه على السوشيال ميديا، قلت ان الحل بسيط ما بين فلسطين واسرائيل ونافذ. انا جايه اتكلم في السياسه تاني. بصي انا قررت يا جماعه ما حدش يسالني لا حاجه في السياسه ولا حاجه في الدين ولا حاجه في عيلتي، كلموني عن المناسبه اللي انا فيها طيب بس. حضرتك شايفه يعني الاستاذ عادل امام والاستاذ محمد صبحي اللي هم اصحاب كان جزء غرفه وظيفيه، طبعا هل هيقرروا ممكن نشوفهم يقرروا تاني؟ يستحقوا اكبر 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 تكريمات، سواء عادل امام او محمد صبحي. دول علامات في تاريخ الفن المصري، علامات كبيره قوي، يستحقوا اكبر تكريم، يستحقوا حاجه كبيره، يعني تكريم كبير من الدوله. شكرا لكم. اول واحده استقبلتك الاستاذه الكبيره سوسن بدر. أيوة. مين من الذكريات الحلوه اللي عشتيها هنا في المعهد؟ لا ده كل الفنانين، ده انا دفعتي كانت دفعه جميله قوي. يعني وقت ما كنت في المعهد، طبعا انا بتكلم اولى وثانيه وثالثه ورابعه، مش لازم يكونوا دفعتي، لكن كان معايا ماجده زكي، توفيق عبد الحميد، احمد عبد العزيز، يعني مجموعه كبيره جدا، اشرف زكي كان معانا في نفس الوقت. طبعا سوسن بدر دي حبيبه قلبي، وفكرتني فعلا بالواقع. قلت لها انا مش كنتش فاكره قوي هل احنا اتخرجنا مع بعض في نفس الوقت. فقالت لي انت دخلتي في سنه اولى وهي كانت في رابعه. وفعلا انا كنت جايه ما اعرفش اوصل للهرم وانا ساكنه في مصر الجديده، يعني لسه مش متعوده على التحرك اصلا جوه مصر. فماما اللي وصلتني في الاول، قلت لهم خدوا بالكم منها، يعني قالت لي سوسن خدوا بالكم، خدي بالك منها، يعني عرفيها توصل للفصل بتاعها ازاي. ماما برضو بتتعامل على ان انا لسه في المدرسه، انا لسه واخده ثانويه عامه وما عنديش اي خبرات في اي حاجه. يعني النقد مهم جدا. انا قلت على المسرح ان انا زمان كنت بتعلم بجد من النقد، وكنت بنتظر المقالات النقديه عشان اشوف قالوا ايه. بس النقد مع ده معناه العلمي الصح مش الانطباعات. اغرب نقد غير اغرب نقد. واحد مره كتب مثلا ايه دمها تقيل، ايه دمها تقيل، كانت في الدور ده دمها تقيل. النقد العلمي يعني عشان ينقدني، انا دارسه نقد في، عشان تنقد ممثل بتقول، بتحلل الشخصيه، الابعاد النفسيه والماديه والاجتماعيه للشخصيه، وبتقول لي ايه الخطا اللي عندي فيهم، في اي بعد انا ما عملتوش صح، وبعدين تقيم ادائي. ولما يكون نقد صح انا بتعلم منه واستفيد في اعمال تانية قادمه. لكن لما يكون انطباعات، لما واحد يكتب ده دمه تقيل ولا ده بارد ولا ده حد بيستعبط. سؤال اخير،